السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هعمل معاكم صينية اللحمة بتتبيلة مميزة جدا. لحمة الافراح اللي احنا بنحبها ونفضل نسأل كده على طريقتها وحلاوتها. هعملها معاكم النهاردة بطريقة سهلة وجميلة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هسلق اللحمة، انا هسلقها قطعة سليمة كده على بعضها، وبعد ما تستوي بقطعها شرايح. هما الشيفات في الافراح بيعملوا كده، بيسلقوا اللحمة قطعة كبيرة على بعضها وبعد كده بيقطعوها شرايح ويجهزوا لها بقى التتبيلة. ضفت عليها كده جزر وبصل، ورق لورا وحبهان وكبابة صيني، وفلفل اسمر ومكعب مرق الدجاج. والملح انا هضيفه كده في اخر السوا شويه. هغطي عليها بقى وهسيبها تستوي. احنا مش هنسويها سوا كامل، يعني احنا هنسويها حوالي 3/4 سوا كده. هنا كانت حوالي نص سوا كده. حطيت لها الملح، وغطيت عليها وسبتها حوالي ربع ساعه كده كمان. هنا بقى كده كانت استوت 3/4 سوا كده، لان طبعا لسه هتدخل الفرن وهتستوي مع الخضار. هحطها كده في طبق وهركنها على جنب تبرد لحد ما اجهز كده التتبيله بتاعتها. معايا بقى الخضار، فلفل الوان وبصل وطماطم وجزر. بس انا نسيت احط معاهم الجزر، بس هو يعني تمام هيظهر في الاخر يعني. هقطع بقى كده كل شرايح. عايزه اقول لكم يا جماعه ان صينيه اللحمه دي بجد رهيبه، ريحه وطعم مفيش بعد كده. جربوها بنفس الطريقه ونفس البهارات اللي انا هحطها فيها، هتعجبكم جدا. في ناس بتشوح الخضار كده بعد ما بتقطعه وتاخده في معلقه سمنه كده وتشوحه مع التوابل. لا بصراحه الطريقه اللي انا هعملها كده احسن. بعد ما اقطع الخضار واحط عليه التوابل، بنقلبهم كده كويس مع بعض على البارد. وبعد كده نضيف اللحمه ليه. الطريقه دي كده بتبقى احسن كده، والخضار بيبقى مسكر كده وحلو. وكده كده هيدخل الفرن ومع اللحمه، وهيدبل كده وهيستوي وهيشربوا كده من بعض هو واللحمه. اللحمه لو هي عندك كده مش قطعه سليمه على بعضها، وانت مقطعاها تمام، خليها تستوي عادي، ويعني 3/4 سوا كده زي ما عملنا. وبعد كده كملي بقى الوصفه عادي. انا هنا بقطع الخضار شرايح وسط، مش رفيعه ومش سميكه قوي. يعني سوى اللحمه هيوازي كده سوى الخضار، وفي نفس الوقت بيبقى مش مهري وماسك نفسه كده، وبيبقى طعمه جميل جدا بعد ما بيستوي. كده تمام قطعت الخضار. هركنه بقى على جنب، واللحمه برضو كانت بردت هقطعها شرايح. يعني شرايح مش رفيعه قوي، وفي نفس الوقت ايه يعني تكون وسط كده، مش تخينه قوي كانها حته لحمه كده متقطعه عادي. يعني تبقى شرايح كده مدوره. هنا الصينيه البايركس حطيت فيها ورق فويل، وهحط فوقه برضو ورقه زبده عشان تبقى عازل ما بين اللحمه وما بين ورقه الفويل. معايا البهارات ملح وفلفل وبابريكا وبهارات لحمة وقرفة ناعمة وبشرة جوز الطيب، ومكعب مرق الدجاج. وهضيف عليهم حوالي ربع كوباية زيت، وهقلب بقى كده كله مع بعض، الزيت والتوابل مع الخضار. وهضيف معلقة صلصة. هقلب بقى كده كله كويس لحد ما كله كده يشرب من بعضه ويدبل. هضيف بقى نص كمية الخضار في الصينية، وهضيف اللحمة. وبعد كده هضيف بقية الخضار. احنا عايزين اللحمة كده تبقى في النص عشان تبقى شاربة كده من الخضار، وكله واخد من طعم بعضه. وهضيف كده معلقة سمنة بلدي، وهوزعها كده على وش الصينية، وهغطيها بقى بورقة زبدة وبعد كده ورقة فويل. هقفلها بقى كويس جدا، ومن غير ما اضيف ولا نقطة مية. هتستوي كده على البخار، الخضار كده هينزل ميته وكله هيشرب من بعضه، وعشان كده طعمها بيبقى مميز وجميلة جدا. هدخلها على فرن سخن جدا، هتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع، على حسب سوى اللحمة وكمية الخضار معاكي. وهتطلع معاكي مستوية ودايبة وطعمها وريحتها ولا أحلى من كده. قدمي جنبها بقى رز أبيض، رز بشعرية، رز أصفر، زي ما تحبي. أنا عملت جنبها رز بشعرية وكانت جميلة جدا. هنا الصينية طلعت معايا، بصوا شوفولي هالجمال. بجد ريحتها كانت قلبة المكان كله، والصوص بقى والخضار اللي حوالين اللحمة ده طعمه في حتة تانية خالص.
لو حابين بقى تضيفوا معاه مكعبات بطاطس او اي خضار انت حابينه تمام، بس انا عاملاها بالطريقه الاصليه بتاعتها. اي اضافات حابين تضيفوها تمام، بس ما تستغنوش عن كل الاضافات اللي انا ضفتها دي عشان كله بيكمل بعضه. بصوا اللحمه مستويه ودايبه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، والخضار مش مهري. جربوها وقولوا رايكم فيها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير ومتابعه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.